جمعية الحاج علي سوى للتنمية الصحية هي جمعية ذات صبغة محلية، تأسست في مدينة قصر هلال في مايو 2012. يرأس هذه الجمعية الأخ ناجح الطويل، الكاتب العام للجمعية السيد جوهر الدوس، وأمين مالها السيد محمد الجبالي. هذه الجمعية تكونت بالأساس لغرض تحقيق الأهداف التالية. الهدف الأول هو مرافقة مشروع توسعة المستشفى الجهوي الحاج علي سوى بمدينة قصر هلال. وفي هذا السياق الجمعية تقدمت برؤية بديلة للجهات الرسمية القائمة على إنجاز هذا المشروع من أجل إعادة النظر فيه وإدخال ما يلزم إدخاله من إصلاحات في مستوى التصميم من أجل تحقيق الحل الأنجع والأسلم في مشروع التوسعة. وهناك تواصل قائم الآن بين هذه الجمعية ووزارة الصحة، وزارة الصحة ممثلة في الجهة قائمة على إنجاز هذا المشروع، وكذلك الشركة اللي قائمة على بناء هذا المشروع من أجل كما قلت لك التواصل هذايا من أجل إنجاز الرؤية البديلة لهذا المشروع. هذا هدف أساسي اشتغلت عليه الجمعية ولا تزال تبذل في جهودها من أجل إنجاز هذا الهدف. الهدف الثاني للجمعية طبعا باعتبارها جمعية ذات بعد صحي، فهي تقوم على متابعة أوضاع المؤسسات الصحية بالمدينة من حيث مراقبة وضعها كبنية تحتية، ومتابعة أيضا ما تتمتع به ربما من تجهيزات وما ينقصها، خاصة الوقوف على النواقص الموجودة في مستوى التجهيزات، وكذلك أيضا التدخل لتوفير الكفاءات ذات الاختصاص بالنسبة للمؤسسات هذه الصحية. وبالنسبة للهدف الثالث وهو يتوجه إلى المواطنين عموما ويتركز أساسا على المساهمة في نشر الوعي الصحي والوعي البيئي لدى المواطنين. في هذا السياق الجمعية في أول باكورة من أنشطتها قامت بتنظيم ندوتها السنوية الأولى في نوفمبر 2012، واستدعت للإشراف عليها السيد وزير الصحة العمومية آنذاك. وكانت هذه التظاهرة السنوية حملت أو قامت بتنظيم الندوة أشرف عليها أحد المكونين في المجال هذا، وكان موضوعها هو دور المجتمع المدني في تطوير عموما دور المجتمع المدني في تطوير منظومة التنمية المحلية. تقريبا هذه الأهداف اللي تشتغل عليها. هي طبعا جمعية ناشئة، وككل الجمعيات أكيد تواجه العديد من الصعوبات. الصعوبة الأولى تتمثل بدءا في مدى استمرارية نفس الحماس اللي انطلقت به، وهذا عائق تعيشه كل الجمعيات، ونحن نجتهد على أن الجمعية هذه تبقى على نفس المنسوب من الحماس ومن الجهد حتى تكون وفية لأهدافها ولأغراضها. المشكل الثاني طبعا ربما إلى حد ما يتعلق بالفضاء الذي تشتغل فيه، رغم أنه حقيقة الواقع نلقاه في كل التشجيع والدعم خاصة من مؤسسة البلدية لتوفير الفضاء بتاعها للجمعية حتى تجتمع تقريبا، ولكن هذا يبقى هي تقريبا أبرز المشاكل. على كل تبقى الآفاق مفتوحة، ونحن نراهن على مزيد الدفع من أجل كما قلت لك مرافقة المشروع التوسعة، وهو مشروع يتطلع إليه كافة مواطني مدينة قصر هلال، ثم المساهمة قدر الإمكان في تكريس تقاليد وعي صحي وتنمية صحية لدى المواطنين.